مثل ديكتاتورية خامنئي، هذا المجرم الذي ارتكب كل المجازر بإيران والآن تجاوزها حتى يبدأ المجازر بالدول العربية، بدأها بالعراق والآن استمر في سوريا وستنتقل إلى لبنان وإلى اليمن وإلى الخليج والدول العربية كلها مهددة. إيران وحزب الله سيموتون على بكرة أبيهم من أجل الحفاظ على بشار الأسد. لماذا حزب الله لا ينتقل باتجاه الجولان؟ لماذا لا يعود إلى الحدود الشمالية لإسرائيل؟ لماذا يأتي إلى سوريا يحارب في سوريا؟ إذا الجيش الحر لم يستلم سلاحا مفيدا ومؤثرا ضد الديكتاتور وضد قوات القاعدة اللي موجودة في سوريا، ستحكم القاعدة أو بشار في سوريا، وفي كلا الحالتين الضرر موجه للخليج العربي عندما تأتي القوات الإيرانية وينتقل سليماني من دمشق إلى الخليج العربي. هنا الدول العربية لم تساعد الجيش الحر ولم تساعد الشعب السوري إلا بالمساعدات الإنسانية. طيب. الحرب الداخلية الشعب السوري ثائر على الديكتاتور. علينا احنا كشعوب عربية إسلامية بشرية إنسانية أن نسند الشعب. ماذا تريد أمريكا؟ تريد اللفظ بالمنطقة، إيران تسندها حتى تحصل على اللفظ كله من دول الخليج. الحل لازم العالم يتساعد مع الناس اللي تريد تواجه إيران، يتساعدون مع الشعوب في داخل إيران. كل اللي عندها شعارات اللي لقتها من أجل فلسطين بس من أجل السيطرة على العقل العربي، بس هذا هو، لا أكثر ولا أقل. تهتف ضد إسرائيل وتقتل بالعرب، تهدد إسرائيل وتقول نغذفهم بالبحر وتغذف أبناء سوريا بالبحر الآن. العنصر الفارسي منتقم من العالم العربي منذ 1400 وشي سنة. إيران ليس دولة إسلامية مثل ما أحد يدعيها، إيران دولة صفوية، والصفوية هي مذهب فارسي، يا سيدي كيف هناك دولة إسلامية في إيران والعطلة 17 يوم للمجوس، وهؤلاء هم الذين يرتكبون هذه الجرائم، ومن جملتهم العلويين ومن جملتهم حزب الله الصفوي اللي موجود هناك التابع لخامنئي وخميني. هاي القوى كلها النظام الإيراني اللي جابها الطائفية. كانت عندكم طائفية بالعراق؟ أسألك كانت عندكم طائفية بالعراق؟ كانت عندنا طائفية بالأحواز بإيران؟ كانت عندنا طائفية بالخليج؟ كانت طائفية بالبحرين واليمن؟ متى كانت؟ كلها اجت من إيران. تكلم بصراحة يا أخي، قول الواقع. حازم هو يعرف الحقائق، لكن هو رجل يتعامل مع كل القضايا مثل ما يتعامل مع الناس بالسوق. هو رجل عنده مكتبه وعنده كتب وعنده كذا شغلته هاي. هو مش ما انا اتكلم عن حقائق على الارض، انا اتكلم عن حقائق لان انا عايش بايران وانا اعرف النظام السوري وفاشيه النظام السوري، واعرف الشعب السوري ما لا يعاني. هل الشعب السوري هل موجود هنا في بريطانيا عشرات الالاف من عنده موجود ونلتقي بهم كل اسبوع احنا هنا. الطبيب هنا موجود والمهندس هنا موجود والفقير والمسكين هنا موجود والعجوز هنا موجود والجميع هاربين من مثل ما نحن هاربين من إيران. هذا اللي يجري في سوريا. في سوريا ليس هناك حرب داخلية وطاحنة هناك حرب للشعب السوري ضد الدكتاتور، مثل ما حاربت الشعوب بينوشا، مثل ما حاربت الشعوب باتيستا، مثل ما حاربت شعوب رضا شاه، مثل ما حاربت الشعوب كل ديكتاتوريات العالم. الشعب السوري يحارب ديكتاتوريته، الحكم اللي موجود هناك. على العالم أن يسند هذا الشعب ولا يسند الديكتاتور. إيران التي جاءت وجابت قواتها وحلفائها اللي ربتهم بالمنطقة وأرسلتهم لمساندة الديكتاتور في سوريا. هذا اللي قاعد يجري، هذا الواقع اللي لازم نتكلم عنه. هناك إشكالية موجودة بالمنطقة، هناك ملامة على المملكة العربية السعودية لعدم مساعدتها للجيش الحر في سوريا. وهذا أنا أوجه الكلام لكل الدول الخليجية. إذا الجيش الحر لم يستلم سلاحا مفيدا ومؤثرا ضد الديكتاتور وضد قوات القاعدة اللي موجودة في سوريا، ستحكم القاعدة أو بشار في سوريا، وفي كلا الحالتين الضرر موجه للخليج العربي. اسندوا الجيش الحر حتى الجيش الحر يكون هو ضمان للمستقبل أن تكون سوريا محايدة ولا تكون بضرركم ولا تصطف إلى جانب حزب الله أو بالاتجاه الثاني. الجيش الحر الآن هو القوة الرئيسية اللي موجودة في سوريا اللي على العالم. لماذا أمريكا لا تسند الجيش الحر؟ إذا كان هي مش مرتاحة من بشار الأسد، هل هي مرتاحة من القاعدة؟ لماذا لا تسند الجيش الحر ضد القاعدة؟ إذن القاعدة التي تدمر بالعراق وتدمر في سوريا وتدمر في المملكة العربية السعودية وتدمر في كل مكان، وهي مسندة من قبل إيران وهي ممولة من قبل إيران وهي مسلحة من قبل إيران.
وهذا معروف. يعني كيف يمكن للقاعدة أن تستلم كل هذا السلاح اللي إيده؟ والله أنا ما يجوز لي أقسم لأن ماني شايف بعيني، لكن أكيد النظام السوري والنظام الإيراني اللي يسند القاعدة هناك في سوريا التي دمرت، اللي يتكلم عنها يقول ويتقاتلون ويذبحون ويصلخون بالناس. لا، القاعدة التي ترتكب الجرائم، من رب القاعدة؟ من جاب القاعدة؟ أليس قيادات القاعدة موجودة في شمال طهران وفي شمال مشهد خراسان؟ هل هناك من لا يعرف هذا الكلام من داخل إيران؟ الجميع نعرف هذا الكلام. قيادات القاعدة موجودة هناك مثل ما قيادات حزب الله موجودة هناك. الطرفين في سوريا هم يتقاتلون على دماء الشعب السوري. هذا اللي قاعد يجري يا سيدي هناك في سوريا. هناك مجزرة تجري بواسطة بشار الأسد اللي هو ينفذ السياسة الإيرانية في المنطقة. إيران وحزب الله سيموتون على بكرة أبيهم من أجل الحفاظ على بشار الأسد، لأن بشار الأسد هو اليد الطولة لهم اللي نفذ بالمنطقة، هو الذي دخلهم في المنطقة كلها. بشار الأسد تحالف ويا النظام الإيراني من أول يوم اللي سقط جاء الخميني من باريس، تحالف معه وساند الخميني 8 سنوات الحرب، ساند الخميني على النظام العراقي وعلى الشعب العراقي. والجريمة اللي موجهة الآن للدول الخليجية، الدول الخليجية عرب وساندوا الشعب العربي العراقي، وانت عراقي المفروض تقول أنه تسلم يديكم الأخواننا الخليجيين والدول العربية اللي ساعدوا العراق حتى يقف بوجه النظام الإيراني، ولا نلومهم أن أمريكا دفعتهم. هذا الواقع اللي لازم نتكلم عنه، ما نتكلم عنه أنه حرب داخلية موجودة. فين هي الحرب الداخلية؟ وين هي؟ منين اجت؟ طيب. الحرب الداخلية الشعب السوري ثائر على الدكتاتور. علينا احنا كشعوب عربية إسلامية بشرية إنسانية أن نسند الشعب، كل شعوب العالم. أنتم العرب، أنت كعربي وأنا كعربي وأنت كعربي، إحنا ما ساندنا ثورة الفيتناميين على الأمريكان، ما ساندنا ثورة الجزائر على الفرنسيين، ما ساندنا ثورة الشعوب في داخل إيران على الشاه. إذا لماذا لا نساعد الشعب السوري ضد بشار الأسد؟ طيب، هناك من يساوي بين التدخل السعودي في مؤازرة الشعب السوري مثلا وبين من يربط أو يعمل جسر جوي بين إيران وبين سوريا. الجسر الجوي على جانب. أنا أسألك سؤال. إيران أعلنت وسوريا أعلنت رسما حصول سوريا على 6 مليارات دولار من النظام الإيراني. هذا صحيح ولا لا؟ أنت سمعت على الخبر والجميع سمعوا. طيب. هذا الموضوع قبل 7-8 شهور، مش اليوم، لا يمكن سنة قبل. إيران ساعدت سوريا ب6 مليارات دولار. هل المملكة العربية السعودية أو قطر أو الإمارات العربية ساعدت 6 مليارات دولار للجيش الحر؟ هل نضحك احنا على أنفسنا؟ الدول العربية لم تساعد الجيش الحر ولم تساعد الشعب السوري إلا بالمساعدات الإنسانية. أما اللي يتكلم عن الأستاذ حول السلاح شو السلاح؟ الكلاشينكوف هو سلاح اليوم، أصبح الكلاشينكوف مش سلاح يا سيدي، مش سلاح. الكلاشينكوف ما يسوى، الحجارة يمكن تكون أكثر من عنده أثر، لأن الكلاشينكوف يقتل به البشر. كيف يمنعون الطائرات وكيف يمنعون الصواريخ سام من السقوط على البشر وعلى الأطفال وعلى النساء؟ كيف يمنعون الكيماوي اللي سقط، اللي قتل في لحظة واحدة 1450 شخص؟ كيف يمنعون هاي الأسلحة المدمرة؟ وهاي لما اجت أمريكا وتحركت أمريكا وجابت قواتها، اجت اتفقت ويا بشار الأسد أن يسلم الكيماوي اللي كانت مهددة بإسرائيل. خلص السياسة الأمريكية انتهت بهذا الموضوع. إذا ماذا على الآخرين يفعلون؟ هل يقتنعون أنه خلص الكيماوي راح وإسرائيل نامت رغد بعد؟ زين، والشعب السوري أين يرحل؟ أين يهرب؟ موجود الآن في العراق وفي سوريا وفي تركيا وفي إيران في الأحواز. احنا اللي شبعانين ضيم من النظام الإيراني، متروس الأحواز انترست من السوريين يتقدون بالشوارع. هذا الشعب السوري وصل، والقضايا الفواجع العائلية والأخلاقية اللي حصلت في الأردن وحصلت في لبنان وحصلت في العراق من هذه الحرب اللي حصلت، اللي تسبب لها بشار، اللي دمر الشعب السوري، دمر قيم الشعب السوري حتى. هذا اللي لازم يحاسب عليه بشار الأسد والديكتاتوريات اللي ساعدتها مثل ديكتاتورية خامنئي. هذا المجرم الذي ارتكب كل المجازر بإيران والآن تجاوزها حتى يبدأ المجازر بالدول العربية. بدأها بالعراق والآن استمر في سوريا وستنتقل إلى لبنان وإلى اليمن وإلى الخليج، والدول العربية كلها مهددة.
النظام الإيراني متواجد الآن حول المملكة العربية السعودية، محاصر للمملكة العربية السعودية بالبحر الأبيض المتوسط، وفي سوريا هناك، ومن هنا بالخليج، وهنا في بحر عمان، وفي كل مكان. والدول الخليجية ما زالت تفكر أنه كيف تعالج المشكلة الإيرانية. سيفوت الوقت وستمضي الأيام وسترى الدول الخليجية ماذا ارتكبت من خطأ كبير فادح بحق شعبها واستقرارها وأموالها وثرواتها، عندما تأتي القوات الإيرانية وينتقل سليماني من دمشق إلى الخليج العربي هنا. هذه الفاجعة اللي لازم على الآخرين لازم يحسبونها، لازم يعدونها بالعدة. والله هاي الاستراتيجية، هذا الكلام وهذا المساعدة للشعب السوري، هذا ما يعالج مشكلة الخليج، هذا يعالج مشكلة مؤقتة لبعض الأطفال وبعض النساء وبعض الشيوخ. الحل في إيران، الحل في داخل إيران، الحل لازم العالم يتساعد مع الناس اللي تريد تواجه إيران، يتساعدون مع الشعوب في داخل إيران. إيران مذبحة مجزرة في داخل إيران. أنا أكلمك في إيران الآن الشارع كله متفجر من الشرق إلى الغرب، فارسي وعربي وكردي وتركماني والجميع. الأوضاع في إيران الآن، اتصور أنا أكلم رئيس بنك، رئيس شعبة بنك في إيران، يقول لي أنا الآن سعيد إذا أتمكن بالشهر واحد أكل لحمة، بالشهر واحد. رئيس بنك، شعبة بنك في إيران، هاي مصلحتها، ولهذا تحافظ عليهم. هي الأم الحامي للتجاوزات الإيرانية بالمنطقة، وهذا اللي بقى يخيفنا ويخيف الجميع اللي يحسون أنه هناك خطورة موجودة على الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية عموما من إيران ووحدتها مع أمريكا. هذا اللي حصل بأفغانستان واللي حصل في العراق سيحصل في كل الدول العربية مستقبلا. لأن ماذا تريد أمريكا؟ تريد النفط بالمنطقة، إيران تسندها حتى تحصل على النفط كله من دول الخليج. تصور تبغى أمريكا تتعامل مع أمير الكويت وأمير قطر؟ لا، تروح تتعامل مع إيران تنهيهم كلهم. وهذا سيحصل إذا كانت الدول العربية لم تتخذ استراتيجية لمواجهة إيران وعداء إيران، ولم تأخذ موقف وتسند موقف الملك عبد الله الآن أمام السياسة الأمريكية. سيخسرون كل ما امتلكوا وكل ما حصلوا عليه. السيد حازم سمارة يقول لك من الغباء هم أغبياء لأنهم يعني هناك خلاف يا سيدي الأستاذ السمارة يقول اللي يقوله. أنا أود تعليق على هذه النقطة. إيران عدو، إيران عدو، إيران. أنا أقول لك شيء كلش بسيط، يعني أنت أعطيني أوراق مساندة من إيران لأي شعب عربي، لأي منطقة عربية، لأي منطقة عربية، لأي منطقة عربية في أي مكان داخل إيران أو خارج إيران. أين إيران ساعدت العرب؟ في أي مكان. كل اللي عندها شعارات اللي لطتها من أجل فلسطين، بس من أجل السيطرة على العقل العربي، بس هذا هو، لا أكثر ولا أقل. أضرت، بدأت بالسعودية، تعرف حضرتك، والحجاج قتلوا في بيت الله. ساندت حزب الله، ساندت حماس. حزب الله ليس الأمة عربية، حزب الله مخلد لخامنئي ولخميني، وحزب الله مذهبي صفوي طائفي يميل للحكم الإيراني حد النخاع وينفذ السياسة الإيرانية. ماذا فعل حزب الله؟ شبعة انتهت منذ سنوات ولم يتحدث عنها، والجولان انتهت منذ 40 عام ولم يتحدث عنها. لماذا حزب الله لا ينتقل باتجاه الجولان؟ لماذا لا يعود إلى الحدود الشمالية لإسرائيل؟ لماذا يأتي إلى سوريا يحارب في سوريا؟ لأن أوامر إيران هذه، إيران لم ترسل جندي واحد إلى إسرائيل، وهي تهتف 24 ساعة ضد إسرائيل، تهتف ضد إسرائيل وتقتل بالعرب، تهدد إسرائيل وتغول نغذفهم بالبحر وتغذف أبناء سوريا بالبحر الآن. هذا اللي تعمله. المجازر اللي موجودة بالعراق هذه كلها مجازر إيرانية. لماذا أمريكا اتفقت مع إيران وتركت إيران تلعب بهذا الشكل بالعراق وتدمر العراق وتقتل وتذبح وتصلخ؟ لا بغى طبيب مش هارب من المجازر الإيرانية، لا طيار، لا عالم، لا حتى علماء الدين عندما اعترض أحدهم بيت الحكيم الكبير، عندما اعترض النظام الإيراني قتلوه. هذا ما قالته الوثائق، أنه هم الذين ارتكبوا هاي المجزرة وقتلوه بسبب أنه أرادوا أخوه أن يأتي مكان. أستاذ توفيق، التعايش وإصلاح العلاقات مع إيران هو هذا اللي يتفضل به الأستاذ.
الدول العربية حاولت أن تفعل ذلك وعملت كل ما تتمكن عمله من أجل أن تكون إيران دولة صديقة، دولة إسلامية، دولة جارة، لكن إيران لم تقبل حتى الآن هذا الموقف من العالم العربي، وهي مصرة على أنه الخليج خليجنا. وأنت شفت التهديدات جاءت ليس من سليماني فقط، رئيس البرلمان يقول أنه الكويت 24 ساعة نرسلهم مرة أخرى للصحراء السعودية، نعيدهم إلى مكانهم، هذا وطننا، ويهددون البحرين وقياداتهم تهدد البحرين. هذا السياسة الإيرانية. السياسة الإيرانية حاربت العراق 8 سنوات. صدام حسين اللي الآن يصف الأستاذ يقول الدكتاتورية وجهين العملة واحدة في سوريا وفي العراق البعث هناك، لكن البعث في العراق وقف بوجه إيران والتوسع الإيراني، والبشار الأسد هو اللي وسع إيران في المنطقة، وهو اللي أعطى إيران الفرصة للتدخل في الشؤون العربية يا سيدي. اللي موجود الآن إيران خطر موجود على العالم العربي. إيران ليس دولة إسلامية مثل ما أحد يدعيها، إيران دولة صفوية، والصفوية هي مذهب فارسي، هي مذهب فارسي يا سيدي. كيف هناك دولة إسلامية في إيران والعطلة 17 يوم للمجوس، وللعيد الأضحى يوم واحد، وليس هناك أي ذكرى لعيد الأضحى في إيران؟ بالعكس هم يتكلمون عن عيد غدير خم، ويحتفلون بتعيين النبي تعيينه إلى رضي الله عنه علي بن أبي طالب أنه هو الإمام بعد من هذا اللي يجري في إيران. هناك ليس ما يجري في إيران لا يمكن أن نسميه جزء من الإسلام، لا يمكن نسميه. هل يمكن إصلاح العلاقات إصلاح العلاقات مع إيران، ربما التعايش مع إيران؟ العنصر الفارسي منتقم من العالم العربي منذ 1400 وشي سنة، يريد الانتقام من العالم العربي الذي أسقط الحكم الفارسي والإمبراطورية الفارسية اللي كانت موجودة بالمنطقة. والفرس حاملين الحقد، ونحن متعايشين معهم في داخل إيران، يذبحون ذبح الغنم، ويذبحون العربي خارج إيران ذبح الغنم. حتى هنا في الخارج أنت شايف هنا أحد الأحوازيين يتكلم يقول لي واحد كردي رايح المرغص بالسويد، الفرس ما خلوه يدخل، يقول له لا انت كردي ما نخليك تدخل. هذا الفرس عنصريتهم عنصريتهم ضد العرب هي سبب العداء مع العرب، والعرب لا يحملون هاي الفكرة مقابل كلمة أخيرة أستاذ حازم.